حقيقتها يا اولادنا مصر الحبيبه تحت عنوان احذر الالعاب الالكترونيه. طبعا انا قبل كده اتكلمت على احمي نفسك الكترونيا، برضك هتحمي نفسك من الالعاب الالكترونيه. نبهك الناريه معلش خطورة الألعاب النارية والمفرقعات المنتشرة في اليومين دول. حذرت وزارة التربية والتعليم وإدارة زفتة التعليمية بمدى خطورة الألعاب النارية والمفرقعات بكافة أنواعها. يبقى في تنبيهات، هيبقى في نقص في درجات السلوك وتصل الى الحرمان من الامتحان. يبقى الخطوره، في خطوره طبعا اقتصاديه اللي هي بتصرف فلوسك بلا قيمه. تاني حاجه خطوره نفسيه على التاثير على الاسر في الشوارع ولا حاجه كده بالمفرقعات ديت بتسبب اضرار نفسيه. يبقى التنبيهات تسر مدرستنا كفر مثل حارون وسراج الدين بعمل حمله او حملة توعية باسمها احمي نفسك من خطر الالعاب النارية. هتضر نفسك وهتضر غيرك، يعني انت ما بتضرش نفسك بس، بتضر غيرك برضه. يبقى في تنبيهات. قامت وزارة التربية والتعليم بعمل مبادرات بخطورة الالعاب النارية وتأثيرها الضار، سواء كان اقتصاديا ما تشتري حاجة بايظة كده اللي هي المفرقعات، الصواريخ، السلك، كل دي انواع ديت بلا قيمة. وفر فلوسك تشتري كراسه، قلم، اي حاجه مفيد. يبقى اول حاجه لها اضرار اقتصاديه بتبدد فلوسك بلا قيمه. تاني حاجه اضرار نفسيه مش ليك بس لغيرك في الشوارع والاسره وفي المدرسه، ممكن تضر السمع، تضر. في بعض الصور منتشره على النت، في ناس فقدوا اصابعهم وفرقع كده فرقعت فيه اللي هو الكربون والسلك، ودي خطوره جدا وتصل الى الحبس. برضك يا التنبيهات ديت مدرستنا كفر مثل حارون وسراج الدين احمي نفسك من الالعاب الالكترونيه. هتضر نفسك، ممكن تصل الى الحرمان من الامتحانات لو ثبت ان انت فرقعت حاجه داخل الحرم المدرسي او خارج الحرم المدرسي. يبقى انت بتسبب اضرار نفسيه واقتصاديه وغيرها. يبقى كده تنبيهات اهي، احمي نفسك من الالعاب الالكترونيه من خطر الالعاب، تصل الى الحرمان من الامتحان. والوزاره بعت فاكس ومنشور بهذا وهنقرا عليكم بند بس انا بقول لك على النقاط الرئيسيه. يبقى احمي نفسك من خطوره الالعاب الالكترونيه، الالعاب الناريه قصدي. واولا سواء بقى سلك بتولعه دي حاجه غلط، الكربون بانواعه دي خطوره جامده ممكن يفرقع فيه. وفي بعض الصور انا هجيبها لكم منتشره بمدى خطوره حصلت بالفعل، فقد اصابع وغيرها، خطوره النفسيه وغيرها. يبقى كده يا اولاد، يبقى التنبيهات احذر الالعاب الناريه سواء شرائها او بيعها او اي حاجه. يبقى كده يا اولاد، وشكرا لحضراتكم والى لقاء اخر في محاضرات اخرى.